بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن ما يحدث في بلاد الشام وما يحدث ويخطط لبلاد الحرمين والخليج حيث المقدسات والثروات إنما هو مؤامرة دولية وإقليمية على أهل السنة في المنطقة والعالم الإسلامي السني. لذلك أوجه خطابي وندائي إلى أهل السنة أئمة وعامة في كل مكان. أقول: ليس أمامنا إلا الرجوع إلى الله تعالى وتوحيد صفنا والتضحية بما نملك من مال ونفس للدفاع عن ديننا وقيمنا وأعراضنا وبقاء مجتمعاتنا محفوظة مكرمة، وأن نسعى جاهدين لنصرة الدين. في لبنان يمسك الحلف الإيراني السوري الباطني الحاقد بالقرار ويهيمن على لبنان، وبدأ يستخدم الجيش بشكل مفضوح لصالح مشروعه وأهدافه. لذلك نفتي لأهل السنة خاصة واللبنانيين عامة بحرمة الخضوع لهذا الجيش بوضعه الحالي، واستهداف أهل السنة ومناطقهم وإذلالهم وقتلهم وقتالهم، سواء في عرسال أو في طرابلس أو عين الحلوة أو غيرها، وسواء على الحواجز أو في المداهمات أو غير ذلك، وسواء ضمن الحدود اللبنانية أو خارجها، وتحت أي حجة كانت أو مبرر، ذلك بأن الهدف من كل هذا واضح، ألا وهو إضعاف أهل السنة وضربهم وسحقهم واستكمال وتكريس الهيمنة على لبنان ومؤسساته من منطلق مذهبي وطائفي حاقد خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة. إن مظاهرة ومناصرة أعداء الإسلام والسنة ضد الإسلام وأهله والسنة مروق من الدين وخروج من الملة وتهلكة لصاحبها في الدنيا والآخرة. يا ابن الجيش اللبناني، لا تتشبه بالجيش السوري الذي قتل أهله وشعبه، ولا تخضع ولا تكن جبانا، ولا تبع دينك وآخرتك وأخلاقك وتاريخك من أجل دراهم زائلة ودنيا فانية، ولا من أجل رتب ولا راتب. إن الرتب والرواتب لم تدم لأحد ولن تدوم. لا تقبل بالظلم ولا تنصر ظالما، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وسينقلب عليك ظلمة سوداء وشقاوة لا محالة، إلا أن ترجع وتثوب إلى رشدك. سجل موقفا كريما يرضاه الله تعالى، وتكون فيه قدوة أخلاقية عالية لسواك. إن قيمتك وشرفك أغلى من أن تكون سلعة بأيدي طائفيين حاقدين محكومين بعقد تاريخية وقلوب سوداء كريهة ونفسيات سامة مسمومة. أيها الجندي الغيور، اسمع كلام الله تعالى إن كنت مؤمنا. قال الله سبحانه: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، الآية. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ارفع رأسك أيها السني، ارفع رأسك في عكار وفي طرابلس والبقاع والضنية والإقليم، أينما كنت ترفع عن السفالة والإجرام، ولا تخضع
ولا تقبل بقيادة الشبيحة والخونة. أيها الشهم أينما كنت في أي منطقة ومن أي طائفة، لا ترضى أن تكون حقيرا وأنت حارس لهم، لا ترضى أن يحقروك وأنت تحرسهم. كن أسدا، كن إنسانا عالي الأخلاق رفيع القيم. أيها الغيار من أهل السنة في لبنان، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وانفروا عاجلا، واجتمعوا ووحدوا صفكم، اجتمعوا ووحدوا صفكم على الله سبحانه وتعالى. إننا لا يمكن أن نواجه هذه الهجمة الشرسة الحاقدة الدولية الإقليمية إن لم نتب إلى الله ونوحد صفنا على كلمة التوحيد والسنة. والله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.